بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله ملء الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين، شفيع الأمة وحبيب الخلق أجمعين، محمد طه والمزمل وياسين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله داخلين على سنة جديدة، وإن شاء الله يا رب بالأفراح والسعادة دايما كلنا نكون في طاقة جديدة. اليوم بتاعنا ايه أحوالنا فيه؟ ابتدينا نغير من نفسنا وهناخد خطوة جديدة وقعدنا، ولا لسه فاضل أيام معدودة على أول السنة إن شاء الله؟ طبعا احنا مش مرتبطين بسنة ميلادية ولا أي حاجة. السنوات الهجرية بتاعتنا موجودة، والميلادية موجودة، واليوم جميل، والأسبوع موجود، والشهر موجود. بس احنا بنقول ان يعني زي اللي بيتعلق الغريق بقشاية، بناخد انها سنة جديدة، ان يوم جديد، يعني في اي وقت اللي انا اقصده عايزين نبدأ الجديد. فبمناسبة دخول السنة الجديدة وان شاء الله رب العالمين تكون بالخير دايما، عايزين نشوف كده احنا هندخل على السنة دي واحنا زي ما احنا. يا ترى سنة 2025 مش هنراجع نفسنا ونشوف احنا في 24 عملنا ايه؟ مش 23 يعني، مش هنرجع للقديم قوي، ولكن هناخد السنة اللي احنا لسه فيها دلوقتي ونلخصها في كلمتين 3 كده. طيب طلعنا منها مبسوطين ولا زعلانين؟ طلعنا معانا انجازات ولا راحت مننا؟ طلعنا بطاقة جديدة وخلاص هنردم على القديم ونفتح صفحة جديدة مع نفسنا قبل أي حد، ولا هنطلع السنة الجديدة شايلين كل الماضي وحاملينه على كتافنا؟ اتعلمنا الدروس بكفاية ولا لسه وعينا منخفض وهنتعلم كتير؟ الضربات اللي كانت على دماغنا كانت كافية انها تفوقنا، ولا احنا لسه ما فوقناش عايزين ضربات أقوى؟ السنة الجديدة اللي جاية إن شاء الله داخلة على وعي عالي جدا. الناس اللي اشتغلت على نفسها سواء في المادة، سواء في العمل، سواء في العلاقة، سواء مع الأولاد، سواء على نفسها، هتدخل إن شاء الله مستريحة السنة الجديدة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. طيب واللي ما اشتغلش على نفسه وشغال في الضلال، شغال في الكذب، شغال في النفاق، شغال في الحزن، شغال في التقويم، شغال في القيل والقال، شغال في كنا وكان، ومش عاوز يفتح الصفحة الجديدة، لسه وعيه تحت في الأرض، لسه بيقول اللي فات وفات وعمال بيجدد من القديم، واللي يحزن اللي شغال على طاقة كلها إحباط، وإن يومنا هو وما تغيرش وما فيهوش جديد. الناس دي نتمنى من الله رب العالمين إن ربنا ياخد بإيديهم، ومش هياخد بإيديهم إلا لما ياخدوا بإيدين نفسهم هم الأول. طيب أنا بس عايزة أتكلم في حاجة صغيرة جدا، وهي اليوم بتاعنا. إحنا معانا الشهر في 30 يوم، فهنشتغل على اليوم بس. اليوم في كام ساعة؟ 24 ساعة. طيب في كام صلاة؟ 5 صلوات. هنبتدي نغير في حاجة معينة. زي ايه؟ يعني الانسان لما بيجيله احباط يقول هو انا هغير من ايه؟ اليوم هو ما بيتغيرش، ما فيهوش جديد. قمنا بناكل وبنشرب وبننام؟ لا، هو اليوم كله جديد، بس افكارنا احنا اللي ما بتتغيرش، فبالتالي بنشعر ان اليوم ما بيتغيرش. لكن لو احنا غيرنا من نفسنا عن طريق افكارنا وظبطنا امورنا، هنلاقي اليوم جديد. فاخلق ليومك يوم جديد لوحدك ولنفسك. يعني انا هفترض ان النهارده وليكن من اول سماع الفيديو ده اول يوم جديد بالنسبه لي. طيب انا كل يوم هقوم الظهريه، او بقوم اخر النهار، او بقوم الساعه 10. طيب انا قررت ان انا اعمل تجربه وليكن واقوم ساعه اذان الفجر، يعني اول ما الفجر بأذن. لا، انا قررت ان انا اقوم قبل منه بساعة او ساعة ونص. يعني الفجر لو هيأذن الساعة 8، الساعة 5:15، هيبقى وليكن معايا ساعة وتلت اضافية. هقول ان انا هقوم الساعة 4 وليكن. طيب الساعة 4 يبقى ساعة وتلت، لما نيجي نقسمهم ونقول التلت ساعة ديت هناخدها راحة على السرير، لان محدش هيقوم من النوم يطلع يجري
عشان أعضاء الجسم بتاعتنا بتبقى خملانة. وأول حاجة نحمد الله على ما أتانا من خير، إن ربنا كتب لنا عمر جديد ويوم جديد، لأن الروح بتبقى مع الخالق عز وجل في رعايته معيته. فنقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. ونقعد لنا تلت ساعة كده إيه راحة واسترخاء عشان عقلنا يقدر يقاوم ونبتدي اليوم. تاني حاجة النص ساعة بسم الله ما شاء الله اللي ما يتوصاش عليها حد، اللي انتوا بتاخدوها في الحمام. مش انتوا اقصدكم اللي بتسمعوني يعني انا اعرف ناس بتدخل حمام ما بتطلعش، والله عن حقيقة يعني. ناس قريبين مني جدا بيقعدوا بالساعة والساعة ونص، لا اله الا الله يعني. نتمنى لهم الشفاء العاجل. فهناخد نص ساعة في الحمام حد ادنى يعني. نعيش بقى كل احلامنا. احنا خدنا تلت اهوت، وادي نص كمان. نتشطف، نغسل وشنا، نتوضى. يا ده نوع من اهتمام النفس. ما انا بجدد بقى في كل حاجه، من روحي ومن نفسي ومن اعضاء جسمي ومن يومي ومن تاريخي ومن كل حاجه. طيب بعد النص ساعه بتاعه الحمام هطلع غسل سناني، مظبط اموري، زبده كاكاو، مرطب لوجهي عشان يبقى جميل كده. ما احنا قلنا ولنفسك عليك حق ولبدنك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه. يبقى احنا كده ادينا حق الراحه لجسمنا اهو في التلت ساعه، ونص ساعه ظبطنا فيه جسمنا برضو. ونطلع النص ساعه الاخير في البلكونه نشم حبة هوا ونستغفر ربنا، وناخد ورد بسيط زي ما احنا قلنا قبل كده، آية من القرآن، نستفتح بالفاتحة بقول هو الله أحد. أذكار الصباح تنقال عشان تبقى حماية من الشرور الإنس والجن طول النهار. ونفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. ونصلي 4 ركعات، الركعتين السنة قبل الفجر وركعتين الفجر. ونقعد نقرأ سورة ياسين. كل ده هياخد مننا قد ايه؟ النص ساعة الباقيين. طيب بعد كده عندك النهار كامل زي ما يجود ليك ربنا بقى، هو ده ليه تنظيم تاني خالص. احنا هناخد اول فقرة بس وهي الصحيان ده. احنا خدنا قد ايه دلوقتي؟ ساعة وتلت. الساعة وتلت اللي خدناهم دولا ما تعرفوش انهم لهم بركة غريبة الشكل، وعن تجربة اقسم بالله، عن تجربة. نضارة في وجهك، حلاوة في روحك، لبقة في لسانك، حسن في ألفاظك، طولة بال، رزق وفير، خير كتير. اللي جربها ويسمع الفيديو ده هيعرف ان انا بتكلم على صواب 100%. واللي لسه ما جربهاش يا ريت يجربها يوم بس فقط لا غير، ويشوف الساعة وتلت اللي قعدهم دول ونجا فيهم الخالق رب العرش العظيم رب العرش الكريم، اللي مش محتاج مننا حاجة، اللي بيدينا من غير حساب، اللي بيستدعينا عشان يغفر لنا ويسامحنا، اللي ما بيكسرش خاطرنا، اللي بيغفر لنا، اللي عنده خزائن المال، اللي بيتوب علينا، اللي مستنيين مال كتير نبعت نقول له وما نستحيش ان احنا نتكلم معاه، ومش بيفضح اسرارنا، بل بالعكس ده بيسترنا وبيمهلنا حاجات كتير جدا لحد ما احنا نفوق ونستوعب الامور. فيا ريت نجرب لحد كده بس الساعة وتلت دول، ونشوف اليوم بتاعنا هيمشي ازاي فيما بعد. واتمنى من الله ان احنا نطبق ولو يوم واحد بس تجربة في الساعة وتلت دول، ونشوف تأثيرهم على اليوم بس. مش هنقول على باقي الأيام ولا على أسبوع ولا على شهر، احنا لسه ما اتكلمناش في الضحى ولا الظهر بعد منها هنعمل ايه. احنا بس هناخد البداية الطيبة دهيا، ونقعد مع الله الفترة الوجيزة ده، ونشوف بعد كده ان شاء الله يكتب لنا لينا وليكم الخير بإذن الله. نتمنى لكم الصواب في الدنيا والآخرة، وكنتم معنا وكنا معكم، هكذا أكون الVIP.